ملخص النهاردة محتاج تركيز عالي شوية عشان محدش يتوه مني، وعايزة أقول لكم إن الأحداث بتتنقل بين الماضي في التسعينات وفي الحاضر تحديدا سنة 2022. بيبدأ الفيلم في التسعينات في جزيرة كادو اللي بتكون فيها بحيرة بنفس الاسم. بنشوف باريس اللي بيكون شغال في مكان في البحيرة مع واحد صاحبه، وبيسأله لو ممكن يسحب أنابيب من البحيرة، لكنه بيقوله إنه البحيرة حاليا ضحلة جدا وشبه مستحيل إنه يطلع الأنابيب منها دلوقتي، وإنهم مضطرين يستنوا شوية. بيروح بعد كده باريس يقابل أبوه بانا اللي بيكون رايح جنازة واحد اسمه بيلي، وتقريبا كل أهل الجزيرة هيكونوا في الجنازة دي. وبيلي بيقول لباريس إن كل الناس نفسهم يشوفوه لأنه مش بيحضر ولا بيتواجد في أي تجمعات من يوم جنازة والدته، لكن باريس مش بيرضى وبيوصل أبوه وبيمشي. بيروح بعد كده باريس لدكتور ميتشل وبيسأله عن حالة والدته المتوفية، وبيحاول يفهم سبب وفاتها بالظبط. بس دكتور ميتشل بيقوله إن المرض اللي كان عندها ممكن يسبب نوبات، وإنها ما كانش المفروض إنها تسوق في حالتها دي، وإن ببساطة الحالة دي جات لها وهي سايقة، وده سبب الحادثة اللي حصلت لها على الجسر. وبنعرف إن أم باريس ماتت في حادثة معينة على الجسر، وإن محدش فاهم سبب الوفاة الحقيقي، لأن كان بيجيلها نوبات بسبب مرض محدش يعرف عنه أي حاجة. بعد كده بيروح باريس يقابل سيليست وبيعتذر لها انه مجاش العزا، وبنعرف ان سيليست تبقى حفيدة بيلي اللي كانت جنازته النهارده، وبنعرف كمان انها حبيبة باريس ومرتبطين من فترة. بننتقل بقى للوقت الحالي سنة 2022، وبنشوف بنتين مع بعض، إلي وأنا. إلي مفروض إنهم إخوات، لكن في الحقيقة أنا تبقى بنت دانيال جوز أم إلي اللي هي سيليست. إلي وأنا بيكونوا راكبين لانشو في البحيرة، وأنا بتقول لإلي إن في بنت معاها في المدرسة قالت للمدرسة بتاعتهم إنها شافت ذئب في البحيرة، لكن المدرسة قالت لها إن الذئاب مشيت من زمان من الجزيرة وإنها أكيد بيتهيأ لها. إلي مش بتعلق قوي على الموضوع ده. بتوصل إلي أنا للبيت، وبعدها على طول بتسمع صوت صريخ وبتجري عشان تشوف فيه إيه، وبتلاقي إن في تمساح مقتول وجزء من جسمه مقطوع وفي أطفال متجمعين حواليه، فبتسحبه وبترميه في البحيرة. ولما بيدخلوا بيلاقوا إن دانيال وسيليست عاملين عشاء وعازمين قرايب دانيال، وبتروح إلي مع أنا الحمام وبتخلع لها سنة من سنانها، والسنة دي كمان ليها قصة هنشوفها بعد شوية. بعد كده بيخرجوا ياكلوا، وسيليست بتعتذر للناس عشان اضطرت انها تقدم الاكل في اطباق ورق، وده لان إلي من فتره كسرت كل الاطباق عشان كانت متنرفزه وبتتخانق معاهم، وهنرجع لموضوع الاطباق ده تاني لان في حوار وراه لسه. وبنعرف ان إلي بعيد جدا عن سيليست، وكمان مش بتحب دانيال ولا بتحب التجمعات العائليه بتاعتهم، وده لان دانيال مش ابوها، وكمان ما بتحسش ان هم عيلتها. بعد كده إلي بتقول لسيليست انها عايزاها تمضلها على ورق ومحتاجه شهاده وفاه ابوها عشان في المدرسه يوافقوا انها تدمج اكتر من فصل دراسي مع بعض، لكن سيليست بتقول لها ان دانيال ممكن يمضلها على الورق اللي هي عايزاه. لكن إلي بتبدا تتنرفز وبتقول لها انه مش ابوها، وان اسمه مش في اوراقها الرسميه، وانه ما ينفعش يمضلها على ورق زي ده. وبتقول لها كمان ان طالما ابوها مختفي من اكتر من 7 سنين المفروض يطلع له شهاده وفاه، لكن امها بتتعصب عليها وبتقول لها انها مش هتتكلم في الموضوع ده، وبيتخانقوا مع بعض. فإلي بتقول لها انهم مش عيلتها وانها مش بتحب تتجمع معاهم. بعد كده إلي بتحاول تدور على شهاده وفاه ابوها، وانا بتوريها سلسله كانت موجوده في علبه المجوهرات بتاعه سيليست، لكن بتيجي سيليست في الوقت ده وبتتخانق معاها وبتقول لها تمشي، وفعلا بتاخد إلي قارب وبتمشي في البحيره، ودانيال بيحاول يحذرها ان الدنيا هتليل والبحيره مش هينفع تمشي فيها، لكن إلي مش بتهتم وبتمشي. وبعد ما بتمشي بشويه القارب بيقف منها في نص الطريق. الغريب بقى انها بتسمع صوت ذئاب وبتشوفهم فعلا، مع ان المفروض ان الجزيره ما فيهاش ذئاب. وبتوصل إلي المكان عايشه فيه مع صاحبتها كلير، وبتحكي لها على اللي حصل، بس هي بتقول لها عادي، احيانا الطبيعه بتتغير وممكن كل ده يكون تهيؤات. وبيناموا. وتاني يوم بتصحى إلي على مكالمه من مامتها بتقول لها ترجع بسرعه وتجيب القارب بتاعها، لان انا من بالليل مختفيه هي والقارب بتاع دانيال. وبترجع إلي بسرعه فعلا، وبيخرج دانيال عشان ياخد القارب، بس الغريب هنا انه بيلاقي ان القارب اللي لسه جايه بيه إلي مش موجود اصلا، لدرجه انه بيتخيل ان إلي بتكذب عليه وما جاتش بالقارب. وبيبلغوا البوليس عن اختفاء انا، وكل اهل الجزيره تقريبا بيكونوا بيدوروا عليها، وبينزلوا كلهم البحيره وبيفضلوا ينادوا عليها بدون اي نتيجه. وبنرجع للتسعينات تاني، وبنشوف ان باريس بيكون طول الوقت حاسس بالذنب ناحيه مامته ومش قادر يتخطى ده، وبيقول لسيليست ان الحادثه دي غيرته جدا. بعدها بينزل باريس البحيره عشان يشوف مواسير السد اللي بيتبنى في البحيره دي، وهو ماشي بيكون مستغرب جدا ازاي البحيره نشفت كده. وبيمشي شويه، بعد كده بيدوس على جزء في ارض البحيره، وبيسمع صوت غريب في ودنه كانه مفصول عن العالم، وبيحس بعدم اتزان ورعشه في ايده، وبيلاقي تحت رجله سلسله بيكون عارفها كويس وبياخدها معاه. وبيرجع باريس البيت بسرعه وبيفتح الصندوق اللي فيه حاجات امه، وبيلاقي نفس السلسله فعلا، واللي هي سلسله امه، وبيستغرب جدا ازاي في منها نسخه تانية ومرميه في البحيره. بعد كده بيروح باريس لسيليست وبيقول لها اللي حصل، وبيقول لها انه شاكك ان امه ماتت بسبب حاجه بتحصل في البحيره، وبياخدها يوريها اللي هو شايفه، وبيوصل للمكان اللي كان واقف فيه. لكن الغريب هنا ان مش بيحصل له زي اللي حصل قبل كده، وكل اللي شافه من شويه اختفى. وطبعا سيليست بتتاكد
وبيتأكد إن كل ده بسبب الحالة اللي هو فيها بسبب موت مامته، وإنه أكيد بيتهيأ له كل ده. بعد كده بيفضل يدور باريس وبيلاقي نوتة كان باباه بيكتب فيها التوقيتات اللي أمه كانت بتتعرض فيها لنوبات، واللي بيصادف إن كلها بتكون في الوقت اللي مستوى البحيرة فيه بيقل وبتكون شبه جافة. ولما بيحكي لسيليست دي كمان بتقوله إن ممكن يكون بيجيلك أنت كمان نوبات زيها، وإن الموضوع وراثي ومش بتصدق أي حاجة من اللي هو بيقولها. وبنرجع ل 2022 وبالليل بيلاقوا القارب اللي كانت واخداه أنا، لكن هي مش بتكون موجودة فيه. بس إيلي بتلاحظ إن سترة النجاة اللي مكتوب عليها اسم أنا مش موجودة في القارب، وده معناه إنها استخدمتها، وإنها كمان ممكن تكون في أي مكان في البحيرة. وطبعا بيكملوا رحلة البحث عنها. الغريب برضو إن مستوى المية في البحيرة بيكون قليل، وبيطلب مارك منهم إنهم يفتحوا السد عشان يكون فيه مية عشان يقدروا يكملوا البحث. وإيلي بتقوله إن ده خطر على أنا لأنها ممكن تكون موجودة في أي مكان في البحيرة وتغرق بسبب المية دي، لكن مارك مش بيكون قدامه أي حل تاني عشان يقدر يكمل البحث عنها. وبتتخانق سيليست مع إيلي لأنها شايفة إنها عمرها ما كانت مهتمة بيهم ولا بأنا، وإنها السبب إن أنا سابت البيت ومشيت لأنها كانت رايحة وراها بيت كلير. وبتقول لها إن حتى أبوها ما ماتش ولا اختفى، هو سابهم ومشي لأنه ما بيحبهاش وعشان يكون مع واحدة تانية. وبتقول لها إن عشان كده هي ما كانتش عايزة تقول لها حاجة. إيلي بتتصدم جدا وبتمشي وتسيب سيليست وبتاخد القارب وبتبدأ تدور على أنا مرة تانية، رغم إن مارك حذرها إنها ما ينفعش تنزل البحيرة لوحدها دلوقتي. وبتفضل تلف في البحيرة لحد ما القارب بيعطل بيها. وبالليل بتكون دورية الشرطة بتدور على أنا وإيلي لوحدها في البحيرة، فبتحاول إنها تستخبى منهم. والقمر في السماء بيكون ساطع جدا وهي بتجري بسرعة، وفجأة بيحصل حاجة غريبة لإيلي وبتحس بتعب وإيدها بترتعش كمان. والقمر بيختفي تقريبا، وفجأة بتلاقي نفسها في مكان غريب ومش بتلاقي موبايلها اللي كانت ماسكاه. كمان بتلاقي نفسها بالنهار، بس هي مش بتهتم قوي بكل ده. وبتلاقي واحد بيصطاد في البحيرة وبتنادي عليه عشان يوصلها. وهنا بداية أحداث غريبة ومجنونة جدا. الغريب هنا إن إيلي أول ما بترجع البيت بتلاقي كل حاجة بتتعاد، وإنهم لسه في بداية إن أنا اختفت ولسه بيبلغوا الشرطة. الأغرب بقى كمان إنها بتشوف من الشباك نفسها جاية بالقارب في البحيرة وهي بتتكلم مع أمها. هنا بقى إيلي بتفهم إن الزمن رجع بيها، لكن طبعا مش فاهمة ده إيه ولا حصل إزاي. وبتطلع جري تاخد القارب بتاع إيلي اللي لسه جاية بيه، واللي المفروض إنه كان اختفى أصلا من شوية. وهي ماشية كمان بتسمع صوت نفسها وهي بتكلم سيليست وتسألها عن أنا، ومش بتكون فاهمة أي حاجة. وهي ماشية بالقارب كمان بيحصل لها الحالة اللي كانت بتحصل لباريس من رعشة إيد، وبتفضل إيلي تنادي على أنا. والأغرب بقى من كل اللي فات ده إن باريس بيكون في نفس المكان اللي إيلي بتنادي فيه على أنا، وبيكون سامعها لكن مش بيقدر يوصل لمصدر الصوت. بعد كده إيلي بتسمع صوت أنا وبتفضل تجري عشان توصل لمصدر الصوت. وهي بتجري بيحصل لها حاجة غريبة وكأنها دخلت بوابة لعالم تاني، وبتلاقي كمان ودنها بتنزف وبتوصل لأنا فعلا، والقارب بتاعها بيكون متعطل. وفي نفس الوقت إيلي بتكون وصلت لأنا، لكن لقت إن السنة اللي كانت خلعتها لها في البداية موجودة. وكمان أنا بتقول لها إنها على طول بتتخانق معاهم، وإنها اتخانقت وكسرت كل الأطباق. وكمان قالت إنها هتروح بيت كلير وإن كلهم زعلانين منها. هنا إيلي بتستغرب وبتقول إن ده حصل من شهور، لكن أنا بتكون خايفة منها وبتبعدها عنها. بعد كده إيلي بتاخد أنا وبتروحها على البيت. وأول ما بتدخل إيلي البيت بتلاقي سيليست ودانيال بيتخانقوا معاها بسبب اللي عملته تكسير الأطباق، وده بيكون لسه حاصل من شوية مش شهور زي ما المفروض إنه حصل من بداية الأحداث. وبتفضل تتأسف إيلي لأمها، لكن سيليست بتطردها. ودانيال بيخرج وراها وبيقول لها إنها لو جت تاني وهددت أمها هيبلغ عنها المأمور، طبعا لأنهم بيتكلموا مع إيلي اللي في الحاضر بتاعهم، لكن إيلي بتكون جاية من بعد شهور من اللي حاصل ده. وبتحاول إيلي تقول لدانيال ما يخليش أنا تخرج لوحدها ولا تروح البحيرة لأن في خطر عليها، لكن هو بيتجاهل كلامها وبيقول لها تحاول تبقى قدوة لأختها بدل اللي هي بتعمله ده. إيلي حرفيا بتكون موهومة من اللي بيحصل ومش فاهمة أي حاجة. في الوقت ده بيكون عمال يحصل حاجات أغرب من بعض كلها. وبنرجع لباريس وبنشوف إنه ماشي في الجزيرة والدنيا ليل، وبتجيله الحالة اللي بتحصل لما بينتقل من زمن لزمن. وفجأة باريس بيلاقي نفسه بالنهار، ومش كده وبس، ده كمان بيلاقي إن أنا واقعة في الجزيرة وفي جذع شجرة في ظهرها ولابسة سترة النجاة بتاعتها، وبيحاول إنه يساعدها. ودي بقى نسخة أنا اللي كلهم بيدوروا عليها، لكن باريس طبعا ما يعرفش هي مين بالظبط. في نفس الوقت إيلي مش بتمشي على طول بعد ما سيليست طردتها من البيت، وبتفضل تراقب أنا من بعيد، وبعدها بتمشي. وبتكون الدنيا ليلت وبتحاول تفهم اللي حصل لها من شوية، وبتوصل لنفس المكان اللي كانت فيه ولقت فيه أنا. واللي بيحصل إنها فجأة بتلاقي نفسها بالنهار، بس شكل المكان بيكون غريب، وبتمشي وهي خايفة لحد ما بتوصل للقارب وبتلاقي الموبايل بتاعها، وبتكلم دانيال وبتقوله على مكانها وبتقوله يجيلها، لكن الإشارة بتروح ودانيال مش بيقدر يسمعها. في نفس الوقت ده باريس بيحاول ينقذ أنا اللي شافها، وبيلاقي إن شكل المكان غريب، البحيرة مش موجودة، الناس شكلها غريب، وبيطلب منهم إنهم يساعدوه عشان يساعد البنت.
وبيسألهم احنا في بحيرة كادو، وبيسألهم كمان هل هم من أهل الجزيرة، لأنه المفروض إنه عارف كل سكان الجزيرة، والمفروض كمان إن هم عارفينه. فبيستغربوا السؤال جدا، فبيسألهم كمان طب احنا في سنة كام؟ فبيحسوا إنه مجنون وبيقولوا له إنهم سنة 1952. في الوقت ده باريس بيمشي وبيطلع الخريطة اللي كان ماشي بيها، وبيلاقي إن مكتوب فيها الجفاف العظيم من سنة 1947 لسنة 1952، وده سبب إن البحيرة مش موجودة. وبيشوف تاريخ حادثة مامته اللي هو 19 أغسطس، وبيقول لنفسه إن معنى كده إنه يقدر يرجع لتوقيت الحادثة، وبيكون متحمس بس مش عارف لسه هيعمل إيه بالظبط. وبنرجع لإيلي تاني بعد ما فهمت إن الجزيرة بتخليها تروح من زمن لزمن، فقررت تفهم إيه اللي بيحصل، وخدت حبل كان موجود على القارب وربطته في شجرة، وبدأت تدور عن أنا اللي اختفت من 2022 مرة تانية. وكل ما تمشي بتدخل في مكان مختلف أو زمن مختلف، لكنها قدرت تحدد المكان اللي بدأت منه وانتهت عنده بالحبل ده. وفي نفس الوقت باريس شاف الخيط وبيمشي وراه، وبيلاقي القارب بتاع أنا وبياخده وبيمشي في البحيرة في نفس الوقت اللي إيلي بتشوف فيه سترة النجاة بتاعت أنا غرقانة دم ومرمية وسط البحيرة، وبتاخد قارب لقته موجود في المكان وبتكمل بحث عن أنا. وبنرجع لباريس اللي وهو ماشي بتقابله دورية الشرطة اللي بتبحث عن أنا في 2022، وبنعرف كده إن باريس وصل ل 2022، وبيحاولوا إنهم يوقفوه، بيسألوه عن القارب ده بتاعه ولا لأ وجابه منين، بس هو بيهرب منهم وبيجري والشرطة بتجري وراه، وباريس بيفضل يسرع لحد ما القارب بيتقلب بيه والشرطة بتقبض عليه، وبيتنقل المستشفى وهناك بيستجوبوا. وبنرجع لإيلي اللي لسه بتبحث عن أنا، وهي ماشية بتلاقي شاحنة فيها سلسلة زي بتاعت أنا، فبتدخل إيلي الشاحنة وبتاخد السلسلة، وفي نفس الوقت ده بتيجي سيليست بنسختها الصغيرة، لكن إيلي ما بتقدرش إنها تتعرف عليها، وبتتهمها سيليست بسرقة السلسلة من الشاحنة بتاعتها. ولما بتسألها جايباها منين وإن دي سلسلة أنا بنت، فقالت لها سيليست إنها بتاعت أنا لانج أم باريس خطيبها. وهنا بتلاقي إيلي ورق مكتوب عليه إن باريس مختفي من سنة 2003، وبتقول لها سيليست لو تعرف مكانه تعرفه إن بقى عنده طفلة، وإنها مش مهتمة لو كانت هي على علاقة بيه، لكن هي عايزاه يرجع عشان بنته إيلي. وبتكون سيليست شايلة إيلي وهي رضيعة، وفي الوقت ده إيلي بتفهم إن دي أمها وإن الرضيعة دي هي نفسها وهي صغيرة. إيلي طبعا بتكون موهومة وعقلها مش قادر يستوعب كل اللي بيحصل لها ده، وبتطلع إيلي تجري من قدام سيليست وبتروح لمكان فيه إنترنت، وبتبحث عن أنا لانج، وبتعرف إنها ماتت في حادثة في بحيرة كادو سنة 1999. وبتفضل تبحث لحد ما بتوصل لصور أنا لانج وهي عمرها 8 سنين، والمفاجأة الغريبة هنا إنها نفس أنا أختها. وبتفضل تبحث عن أنا في كل المراحل العمرية بتاعتها، ومن بحثها بتوصل لأن أنا كان عندها 8 سنين سنة 1952، ودي نفس السنة اللي باريس نقل فيها أنا عشان ينقذها. هنا بقى إيلي بتفهم إن أنا لما طلعت وراها رجعت بشكل ما عن طريق البحيرة لسنة 1952، وعاشت هناك واتجوزت بن وخلفت باريس اللي بعدها اتجوز سيليست وخلف إيلي. ولما أمه ماتت رجع عشان ينقذها أو يعرف سبب موتها، لكنه معرفش يرجع وعشان كده اختفى من التسعينات. وسيليست فكرته اختفى وسابهم وهرب مع واحدة تانية عشان إيلي اللي قابلتها في 2005 وسألتها عنه. يعني أنا بنت دانيال هي أنا أم باريس وجدة إيلي. أنا عارفة إن دماغكم لفت، عشان كده من البداية قلتلكم إن الأحداث دي محتاجة تركيز قوي جدا. هنا إيلي من الصدمة بتكون مش عارفة تستوعب، بس بتاخد الصور اللي هي طبعتها وبتمشي عشان ترجع 2022 تاني. وفي 2022 باريس في المستشفى بيرفض يتكلم أو يقول هو وصل للقارب ده إزاي، وبيكونوا منتظرين دانيال وسيليست عشان يشوفوا الشخص اللي سرق قارب بنتهم أنا. وبعد شوية بيحاول إيلي إنه يهرب والكلبشات في إيده، وبيلاقي أخبار شغالة عن البنت المفقودة أنا بنت، وبيستغرب لأن دي نفس البنت اللي وداها 1952 وكمان نفس اسم أمه، وبرضه بيكون مصدوم ومش فاهم ومش مستوعب أي حاجة. وبالصدفة بيسمع ناس بتتكلم وبيعرف إن أبوه في نفس المستشفى، وبيروح له وبيلاقيه عجز جدا، وبين نفسه مش بيكون مستوعب إنه شايف ابنه اللي اختفى من أكتر من 20 سنة. وبيقول باريس لبان إنه عرف أمه اختفت فين، وقال له كمان إن في جزء من البحيرة للتنقل بين الزمن، وبيقول له إنه هيرجع له تاني في التسعينات وهيحل كل حاجة. وبينط باريس من الشباك عشان يهرب من الشرطة عشان يرجع التسعينات. وأول ما بينزل باريس بيوقف عربية دانيال وسيليست اللي بيكونوا جايين في نفس الوقت، وبينزلهم وبياخد العربية وبيهرب. وفي الوقت ده سيليست بتقف وبتتعرف على باريس لأنه بنفس شكله اللي اختفى عليه، لكنها مش بتلحق تتكلم معاه، وهو بيمشي بسرعة جدا عشان يلحق يوصل للجزيرة ويرجع للزمن بتاعه قبل ما الشرطة تمسكه، لكن الشرطة بتقدر إنها توصله، فبيقرر باريس يرمي نفسه في البحيرة رغم تحذير الشرطة ليه إن السد خطر، وفضل يقاوم في المية شوية لحد ما غرق ومات.
في نفس الوقت برضو بتكون إيلي رجعت للبحيرة والمكان اللي سابت فيه الحبل مربوط في الشجرة، وهي ماشية ورا الخيط فجأة بتلاقي الخيط اتقطع وكأنها اتنقلت لمكان تاني، وفعلا بتلاقي ناس بتنادي عليها، وبتلاقي دانيال اللي بيقول لها إن أنا بقالها 3 أيام مفقودة، وقال لها على الراجل اللي سرق العربية، وسيليست كانت شاكة إنه باريس. وبتكون إيلي عايزة تقول لدانيال إن البحيرة فيها حاجة، لكنها بتتردد إنها تتكلم، وبتقول له إنها اتأكدت إنهم عيلة واحدة، وهي تقصد إن عشان أنا تبقى جدتها، وبتقول له إنها متأكدة كمان إن أنا كويسة. ودانيال مش بيكون فاهم هي تقصد إيه قوي، وبيعدي الكلام. المهم إنها رجعت وكويسة. ولما بترجع إيلي البيت وبتلاقي أمها بتتفرج على الأخبار وهم عارضين صورة باريس اللي مات، وبتفهم إنه في محاولاته إنه يرجع لهم راح للمستقبل ومات، وعشان كده مرجعش ومحدش يعرف عنه حاجة. وبتطلع إيلي لسيليست صورة أنا اللي في 1952 وهي في المدرسة مع أصحابها، وقالت لها إن هو فعلا باريس أبوها، وإنه كان بيحاول يرجع ومعرفش، لكن هو مقصدش إنه يسيبهم. وبتفهم كمان إن أنا كده مش هترجع تاني. سيليست هي كمان بتتصدم ومش بتعرف تقول أي حاجة، وبتحضن إيلي. وبس بيخلص فيلمنا الملخبط ده على كده. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك وشير الفيديو مع أصحابك اللي بيحبوا الأفلام، واستنوا الملخص الجاي. سلام.